ايه الفرق ما بين مستوى ايدن في اللغة البولندية وادفا؟ في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله هنشرح بطريقة سهلة وبسيطة الفرق ما بين كل الفيديوهات اللي فاتت بتاعت ايدن واللي داخلين عليها بتاعت ادفا. انا اسلام ابو الوفا وده كورس بولندي اونلاين. لو تخيلنا ان اللغة البولندية عاملة زي غرفة زي اللي انا فيها ديت وبصور منها، فالايدن او مستوى الاساسيات هو مجرد بس بيدخلك للباب بتاع الغرفة، لكن ادفا بيخليك تتحرك بحرية وترتجل، تشارك، تفهم، تتفهم، تتكلم، تعبر عن رأيك. فمثلا ايدن بتقول جملة بسيطة جدا: انا جعان. مثلا انا جعان. فادفا بتقول انا جعان علشان ما فطرتش وبفكر بعد الدرس اروح المطعم اللي جنبنا اكل او اشتري سندوتش او اكل حاجه خفيفه. فرق كبير مش كده؟ طب ايه محتوى ادفا المستوى التاني اللي لو خلصته واتقنته ابقى كده الحمد لله جاهز ان انا اجهز نفسي للانترفيوهات والشغل؟ اول حاجه هنبدا نخش مش زي المستوى الاولاني اساسيات بس، هنبدا نخش في قواعد وكلمات ومواضيع نتكلم فيها. فمثلا اول درس معانا هو هيكون ان شاء الله باذن الله الدرس اللي جاي ضمائر الملكيه: تليفوني، تليفونك، تليفونها، تليفوننا، تليفونكم، وهكذا. الدرس اللي بعده مواضيع بقى: الطقس، فصول السنة، نرجع تاني للجرامر، الحالات الإعرابية، الصفات، المذكر، المؤنث، المحايد، المفرد والجمع، ازاي اخلي المفرد جمع والعكس، الوظائف، المواصلات، ظروف الزمان والمكان. في المستوى اللي فات اتكلمنا عن زمن المضارع، هنتكلم في المستوى ده ان شاء الله باذن الله عن الماضي والحاضر والمستقبل، الماضي والمستقبل اكتر، ونتوسع شويه في المضارع. حروف الجر وكده كده احنا خلصناها في كورس بولندي اونلاين، هي دي اول حاجه انا ابتديت فيها، ولكن هي في المستوى الثاني. خطط الرحلات وشراء التذاكر، المناسبات، الاعياد، واهم حاجه الجمل المركبه. عندي جملتين عايز اقول ولكن، اذا، بناء عليه، وهكذا. فببساطة ايدن هو مستوى الاساسيات، ادفا هو المستوى هو بداية تعبيرك عن نفسك بطلاقة من غير ما تحفظ. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله اول درس في ادفا وهو ضمائر الملكية: بتاعي، بتاعك، بتاعنا، بتاعهم، وهكذا. والفيديو اللي بعده الطقس وفصول السنة. وما تنسوش كلمتنا المعهودة: براكتيكا تشيني ميسترا. Praktyka czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza. Praktyka naprawdę czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza.